أما السورة الثانية فهي قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل الله 3 أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة. جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم. جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقايا الكفر فهو أبو طالب. أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولكنه أبى ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب. فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عانى وعارض فهو أبو لهب. أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات. يعني اللي يقرأ سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرأ سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا الأجر. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كل حرف تقرأه من ثبت لك فيه 10 حسنات. يقول عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا رد على قوله أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، ألهذا جمعتنا. هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها ويسبها، يعني الرسول. قريش تقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، المعنى تحقير، ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به،
كما وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك ألهذا جمعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. والتباب الخسار كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله، تتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية في قصة غزوة الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب. أي شيء؟ الجواب لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أن ماله وما كسب لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع. المال يكفي به الإنسان نفسه. لو تسلط عليه عدو وقال أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقه يطلقه، لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا. لو مرض انتفع بماله، لو جاء انتفع بماله، فالمال ينفع. لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بمال. ولهذا قال ما أغنى عنه ماله يعني من الله شيئا. وقوله وما كسب قيل المعنى وما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسب مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، والسين بقوله سيصلى
للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه تعالى معه، هذا ما في أحد، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن البقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. السين هذه تفيد التحقيق والتقريب، فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنصب وبالرفع، أما النصب فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الذم، لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة امرأة حمالة الحطب. ايش الحطب الذي تحمل وتحمله بكثرة؟ يعني حمالة صيغة مبالغة. ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والحبل معروف، والمسد الليل، يعني أنها متقلدة حبلا من الليل تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى جنوب منزلتها وأنها أهانت نفسها. امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليل مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية.